مثير لأخبار الحرب في السودان، أعلنت الهيئة المستقلة لعلماء الدين والمرشدين في ولاية جنوب دارفور مساندتها ودعمها لقوات الدعم السريع والتي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ أكثر من عام. فيها إلى أمر الله. وإننا باسم الهيئة المستقلة للعلماء والمرشدين والمشايخ ورجال الدين بولاية جنوب دارفور نؤكد وقوفنا الصريح ومساندتنا لقوات الدعم السريع، ونقول لقد وجب الآن على المسلمين في دارفور مساندة قوات الدعم السريع في الدفاع عن النفس وملاحقة فلول كيزان وقوات البرهان، وإجبارهم على الصلح والخضوع للصلح بنص القرآن الصريح في الآية الكريمة، وهذا حق شرعه الله إذا حصل خلاف بين المسلمين. بهذا تكون الهيئة قد أبطلت فتواها السابقة التي كانت قد أجازت محاربة قوات الدعم السريع. ويذكر أن قوات الدعم السريع تسيطر على ولاية جنوب دارفور بالكامل، وقدمت عدة مزايا لإعادة استقرار المنطقة، منها إعادة الشرطة والمؤسسات الخدمية إلى العمل، بينما تتعرض المنطقة للقصف بين الفينة والأخرى من قبل طيران الجيش السوداني. وإننا باسم المشايخ نقول للعالم الإسلامي إن البرهان تجاوز الفتنة التي عن الاقتتال المذكورة في القرآن، لأن فعاله تخالف الإسلام وأنه يرفض السلام. وإننا استجابة لقول الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، ونحن كمسلمين وباسم الإسلام تجب علينا الطاعة للأخ محمد حمدان دقلو، لأن القضية التي يدافع عنها محمد حمدان باسم الدعم السريع هي قضية دارفور، أهل دارفور والسودان عامة، لأنه بعد اندلاع الحرب والانتصارات التي حققها الدعم السريع بدأ الجيش مهزوما نفسيا، والآن على مشاهد أنظار العالم يمثلون بأجساد جنودنا الكرماء ويقطعون رؤوسهم وأحشاءهم ويحتفلون بها أمام الجماهير. أي إسلام هذا؟ والله هذا الفعل لم يوجد في تاريخ البشرية، ونقول إن هذا الفعل ليس من فعال المسلمين ولا يرضاه الإسلام. وإننا لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولقد حان الآن التوحيد للصفوف والمساندة والوقوف خلف قوات الدعم السريع وقادتها، أينما أرادوا بنا فإننا تحت طاعتهم، والله المستعان وعليه التكلان. من طرف الهيئة المستقلة للعلماء المرشدين ورجال الدين بولاية دارفور، ممثل الهيئة الشيخ عبد الرحمن عربي حامد والإخوة الآخرين من العلماء بالولاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.